كل بني ادم لازم يبقى عنده رؤيه. يعني انت لما بيبقى يعني عندك هدف معين عايز تعمله، حتى لو الناس شايفه ان هو او اللي حواليك شايفين ان هو ملوش لازمه، بس انت لازم تبقى مؤمن بيه. انا من اول يوم انا مؤمن بفكره انه التاهيل جزء كبير جدا لا يتجزأ عن العلاج الطبيعي. ده من الاول خالص. بص انا هقول لك على حاجه، انك تتمرن في اوضه مقفوله بشويه اساتك مع دكتور او مع ايا كان مين، غير خالص لما تبقى بتتمرن في جيم. السبيريت اصلا بتاعت الجيم بتغير مودك، يعني بتحسسك ان انت جاي بتعمل حاجه مختلفه. عشان كده زي ما بقول لك انا من الاول انا عايز الفكر ده. طيب ليه انا متخذ فكره العلاج اليدوي اللي هي المدرسه بتاعتي؟ خلينا بس نبقى متفقين ان احنا كنا كلنا زمان بنشتغل بطريقه واحده كعلاج طبيعي يعني. لكن الفكره في انك لما يبقى عندك الفرصه قدامك انك تتطور لازم تتطور معاها. يعني احنا لقينا ان بره او الابحاث كلها اللي شغاله عن العلاج الطبيعي بقت بتتكلم ان العلاج اليدوي ده هو اصلح حاجه، وابتدت تخرج خالص الاجهزه من اللعبه. يعني ما بقتش الاجهزه دي ليها دور كبير. فانت ما ينفعش برضه تبقى ماشي بنفس المنهج وتقول ان هيجيب نتيجه، اكيد ده مش منطقي. خلينا نفكر بالمنطق دايما. يعني انا لما اجي اشغل دماغي واقول ان اللي انا بعمله بيجيب نتيجه احسن، هل الكلام ده كلام مرسل؟ يعني انا بقوله من غير اي اثباتات؟ احنا لما بنفكر بالمدرسه اللي احنا بنشتغل بيها بنفكر بالمنطق، بنشوف الموضوع اساسه ايه وجاي منين وايه تاثيراته وهل هي متطابقه مع اللي حاصل معاك ولا لا. بالمنطق بتلاقيها ماشيه مع بعضها. طيب هل لما بنحط خطه علاج ينفع اقول ان احمد زي حسين زي علي كله هيستخدم جهاز واحد وكله هيجيب نتيجه؟ هل ده كلام منطقي؟